السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد او مرحبا بكم في قناه محمد بن عاب. كيف ما كتعرفوا في هذه القناه دائما كنحاول نشارك معكم الجديد بابسط الطرق، وكنشرح لكم كل شيء بلي ديتاي باش حتى واحد ما يتضرر وكل شيء يستافد. اليوم تنتشر واحد الخبر في هذا الاسبوع هذا ديال واحد الاسكال كاين في اسبانيا. يعني كتمشي من الدار مع شركه ديال ايبيريا، كدير اسكال في اسبانيا وكتدخل. ولكن المشكل اللي كاين انه فاش كتوصل لاسبانيا كتطلب اللجوء وكيطرف لك في المرحله الاولى. في المرحله الثانيه كدير واحد الطعن باش انه يعاد النظر في الطلب ديالك. فهنا فاش كدير طلب الطعن، اشنو كيقولوا لك؟ كيقول لك اودي خاصك دير واحد الكفيل يكون يستقبلك في اسبانيا باش انه يكون ممكن ان حنا ندخلوك تدخل للدوله، او لا الا عاود ترفض ليك في المره الثانيه فراه غادي نرجعوك لبلادك. وهنا فاش كترجع لبلادك راه كتولي فاش كطلب اللجوء كتبغي ترجع لبلادك راه كتكون مهدد بالسجن، وكتكون مهدد انه بزاف ديال الامتيازات ديالك القانونيه في البلاد ديالك يمشيو ليك وتدخل للحبس. كتولي فاش كتطلب اللجوء كتولي لا طرف ليك ما كتبقى لا مغربي لا صبليوني. اذا كيف ما قلنا ما كتبقى لا مغربي لا صبليوني، هنا كيمشيو ليك بزاف ديال الامتيازات ديالك. وفي الاول والاخير حنا ما كنبغيو حتى شي واحد يتضرر. بالنسبه للريسكات اللي كاينين راه الواحد يقلب الريسكات يكونوا نقيين، اما داكشي كيكون قانونيا كيكون معرض للجريمه ديال اسم ديال الهجره غير الشرعيه، وكتكون مهدد في السجن ديالك الا جاب الله رجعتي لبلادك. وانت رجعتي راه قلت لك بزاف ديال الامتيازات القانونيه كيمشيو ليك، وكتخسر فلوسك وكتخسر وجهك وكتخسر الحقوق ديالك وكتخسر كلشي. دونك الاخوان اعتبر وما تغامرش بفلوسك وتغامر بكلشي. تحياتي لكم.